قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. الصبر إخوتي على 3 درجات: التصبر والصبر والاصطبار. التصبر هو افتعال الصبر، ألا يكون الصبر طبعا في خلقه. في ناس كده دأبهم التعجل زي حالاتي، دايما مستعجل، وهذا خطأ نحاول أن نداويه. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والحديث في صحيح البخاري: ومن يتصبر يصبره الله. التصبر وهو تحمل مشقة وتجرع غصة والثبات على ما يجري من الحكم، وهذا هو التصبر لله. والثاني هو الصبر، وهو نوع سهولة، هو ده اللي بقول لك عليه بقى، تخفف عن المبتلى بعض الثقل وتسهل عليه صعوبة المراد، وهو الصبر لله. النوع الثالث الاصطبار، او الدرجة الثالثة: تصبر، صبر، اصطبار. والعلماء اللغة يقولوا اذا زاد المبنى زاد المعنى. صبر، صاد وباء وراء 3 حروف، زادت عليها الطاء. اصطبار، اصطبر فاعبده واصطبر لعبادته. الاصطبار هو التلذذ بالبلوى والاستبشار باختيار المولى، وهذا هو الاصطبار، التلذذ بالبلوى والاستبشار باختيار المولى. يبقى حط الأصول ال4 ديك النهاردة قدام عينيك. 1: إن من ورائكم أيام الصبر، فما نعيش فيه في هذه الأيام هي أيام الصبر، أيام الصبر. 2: إنما هل الصبر مر؟ لا، الصبر حلو، هو الذي يخفف مرارة الأيام، هو الذي يجعلك تتجرع مرارة البلاء بغير تعبيس في الوجه، الصبر. 3: كيف الصبر؟ إنما الصبر بالله، واصبر وما صبرك إلا بالله. 4: الصالحون صابرون، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. اجعل هذه الأسس ال4 لننطلق منها في طريق الصبر. الصبر نور ويقين، لله در الصابرين. اعمل أخي ولا تهن أبدا، وعزمك لا يلين. الصبر نور ويقين، لله در الصابرين. اعمل أخي ولا تهن أبدا، وعزمك لا يلين.